الشلبية عيونها لوزية، بحبك من قلبي يا قلبي انتي عيناي، بحبك من قلبي يا. بالنسبه ليا اكتر مدينه تقدر انك تصحى الصبح بدري وتتمشى وتستمتع فيها هي دهب. الممشى هنا بيكون خرافي جدا الصبح بدري، بالذات لو بدات يومك من 6 ونص 7، ويا ريت كمان بيكون قبل كده. عدد الناس اللي بيمشوا جنبك بيكونوا قليلين، تقدر تقف تتصور في اي مكان براحتك، تقدر كمان تستمتع بالهدوء وصوت البحر اللي انتوا سامعينه ده. ويمكن اكتر حاجه بتميز دهب هنا هو فكره ان البحر مفتوح. اغلب الفنادق اللي موجوده هنا في الجزء اللي احنا موجودين فيه دوت مش موجوده على البحر بشكل مباشر، بالتالي البحر مفتوح قدامك في كل مكان، تقدر ان انت يا تقعد عليه يا اما تقعد على اي كافيه من اللي بيطلوا. طبعا هنا في كافيهات ومطاعم بتطل على البحر، بس تقدر تخش يعني جوه لو عايز تشرب اي حاجه، وفي اماكن زي كده كتير بتكون مفتوحه ليك للقعاد علشان تستمتع بالبحر من غير ما اي حاجه تحجب رؤيته عنك. ده بالنسبه ليا احلى واروق مكان ممكن تيجي تقعد هنا فيه في دهب، وهي منطقه العتبه بالصاد طبعا مش بالسين. المكان اللي كله فيلات وبيوت بسيطه كده جميله جدا، بيكون من داخلها في حمامات سباحه وبتطل على البحر. تقدر تركن العربيه بتاعتك لو انت مقيم هنا، تنزل البحر في اي وقت انت تحبه. البحر هنا هادي جدا، ونسبه اللي يعرفوا المكان ده او اللي بيجوا يتمشوا فيه حتى لو مستاجرين فيه ما تكملش 1 أو 2% من اللي موجودين في دهب، والنسبه الاكبر هنا 99% من المقيمين او اللي بيجوا هنا هم اجانب. المكان زي ما انتم شايفين تحفه فنيه كده من ابداع الخالق. احنا بنتكلم على الكيرف اللي ورايا دوت، اللي الجبال محاوطه كل حاجه، مع منظر المايه الهاديه الجميله ولون الصخور في كونتراست ابن لذينه هنا معمول، هيخليك طول الوقت عمال بتتفرج وبتستمتع وبتقول سبحان الله. قبل ما توصل منطقه العتبه هنا، الجزء اللي في النص كده اللي ما بين الممشى والمكان دوت، هتلاقوا هناك في جيم بيبقى فيه طبعا اشتراكات اسبوعيه وشهريه، لكن الاهم طبعا لاي حد جاي يزور دهب وعاوز مثلا يحافظ على الفورمه بتاعته، لو هو من النوع اللي بيروح الجيم باستمرار يعني بيقدر انه يروح هناك. بنتكلم طبعا عن المره الواحده التكلفه بتاعتها 100 جنيه بس. كمان هناك في نفس المنطقه هتلاقوا طبعا مكتبه عامه موجوده هناك، تقدر تقعد وتقرا فيها، وفيها مجموعه متنوعه من الكتب اللي تقدر ان انت تلاقي فيها اللي انت عايزه. اماكن نزول البحر هنا متنوعه، وريناكم طبعا شاطئ اللاجونه واللي بيعتبر واحد من اجمل الشواطئ اللي موجوده هنا في دهب، واللي موجود تحت في جنوب دهب. لكن لو انت مقيم هنا في الممشى في وسط البلد يعني وعايز تنزل البحر هتعمل ايه؟ ده اللي هتشوفوه معانا النهارده. في هنا مجموعه من الكافيهات زي اللي موجوده ورايا ديت، انت بتقعد تشرب الحاجه اللي انت عايزها او بتاكل طبعا كمان لو عايز تتغدى مثلا او تفطر، وبيكون في مكان لنزول البحر، تنزل تعمل سنوركلينج، تستمتع باليوم، تستمتع بالميه. كل حاجه محتاجه تعملها هتلاقيها معاك، موبايل معاك، لاب عايز تشتغل كمان من غير ما تحتاج انك تخرج خارج البلد او تيجي بعربيه، خطوات بس على رجلين بتكون موجود في الكافيه اللي انت تقعد فيه ده. خلونا نشوف هنروح انهي كافيه وهنعمل ايه. تيو ده عامة بقى هي هتبقى فريش جوس، حاجات هيلثي، ايس كوفي وحاجات سخنه، هيبقى فيه ديزرتس، هيبقى فيه اكل وشرب، هيبقى فيه كل حاجه، فاهم قصدي؟ بس حاليا اللي موجود العصاير. ايه اللي عندك اسعاره ايه؟ اي عصير 60 للبني ادمين، وللسمك الاسعار مختلفه، واي والايس كوفي 70. في حاجات تانية بقى بتبقى مختلفه على حسب اليوم يعني، فاهم؟ في ميكسك اليوم ده. مجرد ما بتخلص منطقه اللايت هاوس والكافيهات اللي موجوده هناك، بيجي الجزء الاحب والاقرب الى قلبي يعني المكان اللي احنا فيه دوت. وده علشان المكان زي ما انتم شايفين هادي جدا جدا. هنا مكان رايق بتاع الناس الرايقه بس. تيجي هنا لو عايز تنزل اي بحر في الاماكن اللي موجوده حوالينا ديت بتنزله بمنتهى السهوله. كمان بتفرش لو انت قاعد معاك كتاب عايز تقرا، الموبايل بتاعك، لو معاك لاب وعايز تشتغل يعني وعايز كهرباء او واي فاي او اي حاجه من كده يعني، بتلاقي مجموعه الكافيهات اللي قدام ديت اللي بتقدر انك تقعد عليها، واللي بتكون اهدى شويه من الكافيهات اللي موجوده تحت في وسط البلد او في منطقه الممشى يعني. بما ان الاجواء الاحلى هنا دايما هي الاجواء اللي فيها حريه اكتر وبحر مفتوح، عشان كده اغلب الوقت الواحد ما بيميلش للاماكن اللي موجوده ورا. الجزء دوت بيكون احسن جزء انت ممكن تيجي وتقعد فيه وتستمتع لو انت من النوع اللي بتحب الروقان يعني والقعده اللي بمزاج. زي ما انتم شايفين سيبنا الكافيهات اللي تحت دي كلها بالمينيمم شارج والقصه بتاعتهم دي كلها، سيبك منهم خالص وتعالى هنا لحد ما تلاقي اخر كافيهين موجودين في دهب. هنقعد في واحد منهم، خلينا نشوف القعده هنا كويسه ولا لا، وهننزل الميه وكمان هندفع كام. انا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون،